بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا محدش هيفهم حاجة من الجدول دوت لما تشوفه. انا بتكلم عن الناس اللي هي ملهاش اهتمامات بالكلب، ولكن الجدول ده مهم جدا جدا جدا، بيعرفك يعني ايه اللي انت شايفه. طبعا في ناس عايزاني اترجم لها، اكيد هترجم لك لما تكلمني في التليفون. وطبعا مش سهل، مش صعب جدا انك تحطه على صور جوجل وتترجمه، ولكن بس عايزين اقول احنا وصلنا لحد فين في دراسة الكلاب بمقارنة بالكائنات ذوات الأربعة التانية. وهنا هتلاقي الصور معظمها للحيوانات تقريبا الأليفة، ما قارنوش بذوات الأنياب عشان يبقى في فهم كامل لقيمة الكلب في آه، استخدامه للإنسان. هو ده يعتبر داخل بعلم الآثار على الذوات الأربعة. طبعا لما تترجمه هتعرف، بس أنا عايز أقول بس إن الموضوع مش موضوع إن احنا نقول للكلب اقعد، نام، تعالى، عض، وكل الحاجات اللي بتحصل في مجتمعاتنا دي. الكلاب فيها حاجات كتيرة قوي، وفيها علم وفيها دراسات. فانا نزلت لكم الجدول دوت عشان يفيد بعض الناس اللي هي مهتمة بحاجة زي كده، والناس اللي هي فاكرة ان الموضوع سهل جدا، او الكلب بيشتغل بالاكل. فده ممكن يثبت لهم حاجة او يوصل لهم معلومة مفيدة. كابتن عبد الكريم، واستنوا مني حاجات كتيرة ان شاء الله مفيدة.